السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اهلا وسهلا بكم في الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل مع بعض القرص الطرية الدايبة الجميلة جدا. هنعمل قرص تنفع معانا في الفطار، تنفع بعد العصر مع كوباية شاي، تنفع بالليل واحنا سهرانين والجو الساقع ده. تعالوا ندفي البيت وندفي نفسنا بالقرص الجميلة دي. انا هنا عاملة في الفيديو حوالي 4 كيلو من الدقيق، ومنزله لك المكونات بتاعت كيلو الدقيق، يعني كل كيلو دقيق منزلك مكوناته لوحدها. فانا هنا هنبدا نضيف المكونات الجافه كلها، بعد كده نبدا في المكونات السائله. هنضيف المكونات الجافه اللي هي عباره عن ايه؟ معلقه صغيره من الملح، 2 معلقه من السكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره من الخميره، معلقتين سمسم، معلقتين لبن بودره. وبعدين الحاجه الاضافيه بالنسبه لي بقى تقدري تضيفي معلقه من الشمر ومعلقه من اليانسون المطحون. هتجيبيهم تنقيهم كويس وتشوحيهم على النار عشان تطيري الرطوبه منهم، وبعد كده طحناهم في المطحنه وعزيناهم في المصفى كويس. بعد كده ضفناهم زي ما انتم شايفين كده عشان ميبقاش في اي شوائب تضايقني في الطعم بتاع القرص بتاعتي وهي بقى. هنا ضفنا كل المكونات الجافه. هنبدا نضيف بعد كده المكونات السائله، بس بعد ما ندوب نخلط الخليط كويس جدا الجاف مع بعضيه. هنبدأ نعمل حفرة في النص ونبدأ نضيف المكونات السائلة بتاعتنا. أنا هنا بالنسبة ل4 كيلو دقيق حطيت كيلو سمنة وحطيت كوبايتين من الزيت الكبار. انت بالنسبة لك انت كيلو الدقيق هتحطي له 250 جرام من السمنة، يعني ربع كيلو سمنة وكوباية زيت صغيرة. مش هنكتر في المادة الدهنية بتاعتنا عشان خاطر تبقى طرية، وفي نفس الوقت احنا هنزود من اللبن الرايب لان هو ده اللي هيخليها طرية، ده اللي هيخلي طعمها احلى وفاتحة من جوه. هنا حطينا السمنة بتاعتنا، هنبدأ نقلب السمنة في الدقيق. وطبعا في المرحلة دي لا اما العجان لا اما هتبقى بايديك، يعني تسيب الاسباتيولا خالص ونبدأ نشتغل بايدينا. هنا هنبدأ نضيف اللبن الرايب حبة حبة. هنبدأ نضيف اللبن ونلم العجينة بيه، مش هنعجن عشان متبقاش ناشفة في ايدينا. بص انا بوريك هنا ان العجينة كويسة جدا مادام ايدي طلعت منها نظيفة. هنحط اللبن الرايب، خلي بالك من الحته دي، وانت بعد ما تحطي اللبن ما تعجنيش، ما تحطيش وقت، يا دوبك تخلطي العجين باللبن بس وتغطيه وهتسيبيه لحد ما يبدا العجين تستريح كويس. هنا انا غطيت العجين وبعد ما استريح هبدا اقطع. عايزه تعمليها رول على الرخام وتقطعيها بالسكينه قطع متساويه وتبداي تكوري براحتك. عايزه تكوري من الطبق على ايديك على طول برضو براحتك، ايه اللي يريحك تعمليه. العجين هنكور العجين ونسيبه يستريح شويه. عقبال ما تكوريها، عقبال ما تكوري كميه هتبداي تبططيها، لا اما بايدك لا اما بالنشابه، على حسب ما تحبي. على حسب هنبدا نبططها كده صغيره، يا دوب تفرد العجين تتعمل زي ما بفرد انا. طبعا ايدي مش بتريحني في التبطيط فانا بعملها بالنشابه، يا دوبك فرده صغيره. تمام قوي كده. اهم مرحله برضو ان احنا بين كل مرحله والتانيه لازم العجين يستريح ويخمر عشان تبقى العجينه في ايديك طريه. طبعا انا عشان مريحاها فطبعا بتتفرد معايا كويس. هنا كنت خلصت تبطيط العجينه كلها وهغطيها واسيبها تخمر تستريح كويس. بعد كده هنبدا نساوي القرص بتاعتنا. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير واعملي اشتراك في القناه، وعلائي لو بحرف لو عجبك الفيديو. شكرا حبايبي، مع السلامه.